ازيكم يا اصحابي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده يا جماعه جايب لكم تحديثات والتسريبات اللي هتنزل في 2026 كلها، فكمل معايا الفيديو ده للاخر لان في تحديثات بصراحه تضحك وفي تحديثات جامده بصراحه. بس التسريبات اللي تضحك دي يا جماعه نازله من اونرات، والله مش بجيب حاجه من عندي. عشان لو في حد طلع يتكلم بيقول انت جايب صور بالاي اي، ايه الهبل ده، ايه الحاجات دي؟ انا يا جماعه والله ما اجيبش حاجه غير من الاونرات او من ايزوف مثلا، او من منصه اكس. في صفحات بتنزل اخبار عن بلوكس فروت وعن روبلوكس عموما. فكمل الفيديو ده معايا للاخر عشان انا متاكد ان انت هتخرج من الفيديو ده في حاجات انت مش عارفها وفي حاجات هتبهرك بصراحه. تمام، قبل ما نخش على التسريبات والحاجات دي حابب اقول لكم ان انا عامل جيف اواي على 2000 روبوكس. الجيف اواي دي يا جماعه شروطها سهله جدا، ودي مش اول جيف اواي تتعمل. الجيف اواي القديمه كانت على 500 روبوكس وفاكهه كنترول، واخترت خمسه وكسبوا الجيف اواي دي. المره دي هتكون على 2000 روبوكس، واي فاكهه بيرم انت تختارها انا هشتريها لك. فشروط الجيف اواي دي يا جماعه سهله جدا. اول شرط انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتتابع فيديوهاتي. تمام. الشرط التاني ان انت تكتب لي اسمك في الكومنت، ودي حاجه ضروري جدا علشان لو انت كسبت اقدر اتواصل معاك وابعت لك الجائزه بتاعتك. عايز اقول لك على حاجه كمان يا جماعه، انت اصلا لو تابعتني انت حرفيا هتكون مستفاد من القناه عندي بحاجات كتير جدا. اول حاجه التدريبات اللي انا بنزلها. تمام. تاني حاجه انا حرفيا مخلص اكواد بلوكس فروت كلها، عملت سلسله اكواد 6 اجزاء مخلص فيهم اكواد بلوكس فروت كلها. تمام. ولو لقيت حد نزل اكواد اعرف ان هو عايد الاكواد في فيديوهات قديمه، وكمان في جزء منهم مخصوص تجميع الاهم اكواد بلوكس فروت، فيهم حوالي 34 كود في بلوكس فروت. ده غير السكرينات اللي انا بنزلها، تسريبات اكواد، بساعد ناس مبتدئه، ايه الاخطاء الشائعه، ازاي تجيب هاك التنبؤ، الحاجات دي يعني. باذن لسه هنزل محتوى جامد جدا الفتره اللي جايه دي، فتابعني عشان ما تخسرش المحتوى اللي جامد اللي هينزل ده. تمام. فحرفيا انت لو تابعتني هتكون مستفاد من كل ناحيه، ده غير الجيف اللي انا عاملها. بس كده يا جماعه، هي دي الشروط اللي انا كنت عايز اتكلم عليها. اخر حاجه بس عايز اتكلم فيها، وهي دي مش من الشروط ولا حاجه، هي سيرفر ديسكورد. سيرفر ديسكورد يا جماعه هسيب لك اللينك بتاعه اسفل الفيديو. حرفيا احنا كوميونتي في بعض في سيرفر ديسكورد ده، احنا بنساعد بعض، بنخش نعمل رياضات مع بعض. حد عايز يعمل تريد معين مثلا في اللعبه يخش يكتب في الشات انا عايز اعمل تريد مثلا بفاكت كذا قصاد فاكت كذا، تلاقي الناس بترد عليه عادي جدا. غير ان انا اصلا بخش العب معاهم ونخش نتكلم مع بعض، حد يخش عايز يصور معايا عادي مفيش اي مشاكل. فمعلش لو طولت عليكم في المقدمه دي، بس كنت حابب اقولها لكم. يلا بينا نخش على التسريبات على طول. اول تسريب يا جماعه هو سكين لفاكهه البورتال. طبعا يا جماعه انا هبدا بس معلش بالسكنات اللي شكلها تضحك دي، والله ما انا اللي منزل الحاجات دي، دي حاجه نازله والله من الاونرات مش نازله مني انا. اللي اسمه ايدو الاونر ده يا جماعه هو اللي منزل الصوره السكن لفاكهه البورتال دي، ودي بيقول ان هي هتنزل، وبيقول ان السكن ده هينزل في الفالنتاين. فدي حاجه نازله بصراحه تضحك جدا من البلوكس فروت. اصلا دي حاجه صراحه انا شايفها عبط. بس كمل الفيديو للاخر لان انت هتشوف تحديثات حلوه بصراحه، ما عدا التحديث اللي جاي ده. يعني ده برضو نازل من الاونر والله. التايجر زي ما انتم شايفين، يعني ده هبل بصراحه يعني. التايجر انت معروف ان التايجر دي حاجه قويه جدا. تمام. ايه السكن العبيط اللي نازل ده؟ ولا ده ايه بالظبط؟ اصلا انا مش فاهم ده ايه. طب في ناس طلعت حقيقة قالت هيبقى دي سكيلات بس في الفالنتاين هتنزل، دي مش عارف ايه. انا بصراحه الموضوع ده كله مش داخل دماغي، لان دي كلها تحليلات من بعض اللعيبه بتوع بلوكس فروت. دول اول تسريبين يعني بصراحه نركنهم كده على جنب، لان دول مش هيفيدونا في حاجه يعني. حتى لو هو سكن قوي بصراحه انت كده بتبوظ هيبه اللعبه. فنخش بقى على المخطط اللي انتوا شايفينه ده. المخطط ده يا جماعه اول حاجه فيه اللي على الشمال فوق فاكهه الدارك والموتش. فاكهه الدارك والموتش يا جماعه انا حرفيا عملت فيديوهين تقريبا عن فاكهه الدارك، وفي فيديو نزلته عن فاكهه الدارك نزلت فيه تسريبات لسكيلات فاكهه الدارك اللي هتنزل. عايز تشوف الفيديو بالتفصيل بالسكيلات بالحاجات دي هسيب لك اللينك بتاعه اسفل الفيديو. تمام. تاني حاجه فاكهه الموتشي. فاكهه الموتشي يا جماعه بيقولوا صراحه ده كلام من الفانز مش داخل دماغي الصراحه، عشان بس الناس ما تطلعش تهاجمني تقول لي انت جايب صور بالاي اي، انت جاي مش عارف ايه. الحاجات دي كلها الحاجات اللي انا متاكد منها بقول لكم ان دي جايه من الاونر، والحاجات اللي انا مش متاكد منها بقول لكم ان ده مش متاكد منه. بس اللي اقدر اقوله لك ان الموضوع ده عامل ضجه، ناس كتير قوي اتكلمت عنه. تمام. فممكن الكلام يبقى يطلع صح ان هيدمجوا فاكهه الموتشي مع فاكهه الايس، وهيطلعوا فاكهه جديده اسمها الايس كريم. دي بصراحه انا شايفها حاجه عبيطه. لا وخد الاسامي بقى اللي بتطلع من الفانز، يعني مثلا عجينه البارده والحاجات العبيطه دي. الحاجات دي بصراحه ممكن ما تبقاش داخله دماغي، بس ممكن يبقى في دمج فعلا بين الفاكهتين بس مش بالاسامي دي، لان الاسامي دي اعتقد ان هي جايه من لعيبه بلوكس فروت عادي. وطبعا بيقولوا ان هيبقى في تطوير جامد جدا
لما الاتنين دول يندمجوا. نخش على الحاجه اللي بعدها، فاكهه الفينوم والزلزال. صراحه فاكهه الفينوم مش من الفواكه اللي انا بحبها، يعني ماليش فيها قوي يعني، وفي ناس برضو بتحب تلعب بيها، بيقولوا ان هيبقى ليها ريورك واحنا مستنيين الريورك بتاعها بصراحه. ده غير ان انا كنت اتكلمت في الفيديوهات اللي فاتت ان في سكين جديد اصلا نازل للفينوم. الفاكهه اللي جنبها اللي هي فاكهه الزلزال دي، فاكهه الزلزال يا جماعه انا حرفيا يعني اتكلمت عنها في فيديوهات قبل كده تمام، بس كل اللي اقدر اقول لك ان في ناس طلعت تاكد على المعلومه اللي انا قلتها، ان هيبقى في تحديث لفاكهه الزلزال. وغير زي ما قلت لكم ان في واحد من الاونرات طلع قال ان دي اكتر فاكهه احنا تعبانين عليها لحد دلوقتي، هي فاكهه الزلزال، ان هم بيعملوا لها ريورك. طيب الصوره اللي انتم شايفينها دي يا جماعه الحاجات اللي الناس سربتها وبتقول ان السيوف دي هتنزل، والوشاحات اللي انتم شايفينها دي هتنزل، النضاره دي هتنزل، السيف اللي فوق ده اللي بيقولوا عليه سيف كاتاكوري. مش عارف بصراحه، في ناس طلعت قالت الكلام ده، بس انا بقول لكم الكلام اللي اتقال ان ده هيكون سيف كاتاكوري. طيب نكمل في المخطط بتاعنا، فاكهه الاوني والسيليستيال. طبعا انا اتكلمت عن فاكهه الاوني وفاكهه السيليستيال تمام. الفاكهتين دول كنت عملت عنهم فيديو مخصوص وقلت ان الفواكه دي مش هتنزل غير للاونر بتاعه اللعبه. بصراحه ده كان مجرد تحليل مني، لان الفواكه بقى لها فتره كتيره مع الاونرات وما طلعتش تمام. ايه السبب ان هي ما تطلعش؟ ما اعرفش، بس انا قلت ان دي فواكه مخصصه للاونرات ودي مش فواكه مخصصه لينا، وده تحليل مني، لان انا كنت شايف ان الفواكه دي بقى لها فتره مع الاونر ولحد دلوقتي اللعبه ما اتكلمتش عنه. بس عموما هي نزلت في المخطط ده تمام، والله اعلم ممكن يكون المخطط ده كله مش صح، بس المخطط ده حرفيا عامل ضجه في بلوكس فروت اصلا، بس عشان نزلت في المخطط فانا بقول ان ممكن اللعبه تنزلها، والكلام اللي انا قلته ده غلط، فانا عشان كده بقول لكم ان الكلام اللي انا بقوله ده مجرد تحليل مني مش اكتر ولا اقل. طيب حاجه برضو في الصوره اللي انتوا شايفينها دي، ان بيقولوا ان هيعملوا تحديث لنظام الطاقم. يعني انا ما اعرفش، ما فيش تفاصيل نزلت، انا مش عايز اهبط بصراحه. بس الكلام يعني اللي اتقال، انا بقول لك الكلام اللي اتقال بعض الفانز بتوع بلوكس فروت، ان التحديث هيكون في نظام تاني خالص للاكس بي للباونتي الحاجات دي كلها. وبصراحه انا مش شايف ان هم هيعدلوا حاجه في الاكس بي خالص تمام. انا شايف ان هم ممكن يعدلوا الترتيبات بتاعه الباونتي والحاجات دي كلها تمام، وده زي ما بقول لكم ده تحليل مني انا، بس ما حدش يطلع يقول ان انا الكلام اللي بقوله ده هو ده اللي هيحصل تمام. النقطه المعينه اللي انا بحلل فيها الاخبار تمام، بقول لك ان دي ده من رايي الشخصي وانا شايف كده تمام. طيب حاجه اخيره بقى يا جماعه، وانا كنت اتكلمت عليها قبل كده، ودي حاجه انا بقول لك دي حاجه اكيد هتحصل تمام، بس امتى ما اعرفش. وايه هي؟ وحتى كنت اتكلمت عليها قبل كده ونزل في المخطط ده، العالم الرابع. العالم الرابع يا جماعه كان ايده بنفسه حد من الاونرات بتوع بلوكس فروت كان منزل في صفحه اليوتيوب بتاعته استفتاء معين. الاستفتاء ده من ضمنها مثلا تطوير في البي في بي، تطوير مش عارف ايه الحاجات دي كلها، في حاجه واحده بس منها اللي جايبه فوت عالي جدا، وهي العالم الرابع. طبعا يا جماعه عايز اقول لكم حاجه بس، اللعبه عشان تطور فاكهه بتاخد وقت وبنفضل مستنينا فتره. فالعالم الرابع انا شايف ان هو ينزل في 2026 عادي، واللعبه هتحاول تضغط على نفسها وتجيبها في 2026، بس مش في اوائل 2026. انا مش بقول لكم ان اللعبه صعب عليها تحط ارضيه وشويه مباني والحاجات دي كلها، لا اللعبه مش صعب عليها تعمل الكلام ده. انا بتكلم ان اللعبه لازم تفكر، يعني اصل اللعبه مش هتعمل عالم رابع بنفس الافكار بقى وبنفس الحاجات دي. انا شايف ان اللعبه هتعمل عالم رابع بحاجات جديده خالص، يعني انا شايف يعني بنفس الطريقه بتاعت بلوكس فروت عاديه، بس انا شايف بقى ايه، ممكن يبقى فيه سيوف جديده نجيبها، ممكن يطلع فاكهه في العالم الرابع، الغاز بقى، الغاز جديده، الغاز شكلها احسن. فانا شايف ان الموضوع ممكن يطول شويه موضوع العالم الرابع. بس كده يا جماعه الفيديو خلص، والله تعبت لما اجمع المعلومات دي، والفيديو ده انا عايز اقول لكم والله يعني من احسن اللي انا فيه اتصور تمام. وجيت اشوف الفيديو ما لقيتش فيه صوت، فانا دلوقتي دي المره التانيه ان انا اصور الفيديو ده اصلا. فيلا حصل خير، اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، وتنساش الجيف اواي بتاعت ال 2000 روبوكس واي فاكهه بيرم، وادخل سيرفر ديسكورد علشان هيحصل فيه حاجات جامده قوي. ولو انت وصلت لحد النقطه دي في الفيديو اكتب لي بندو بلوكس في الكومنت، وفرصه انت تكسب في الجيف اواي بتاعت ال 2000 روبوكس او الفاكهه البيرم تبقى فرصه اكبر من غيرك. فبس كده يا جماعه اشوفكم على خير، ويلا يا جماعه مع السلامه.